كان عندكم مشكله في عصيده الزقوق وتجيكم جاريه والا يابسه، جربوا الروسيت نتاعي وما كومش باش تندموا. عندي 500 غرام زقوق نظفته بالكدا وشيحته ومن بعد عرجته على الغاز دوبليش باش يسخن، ورحيته 3 مرات بالرحام تاع اللحم لين يقرزيته. في صحفه صبيت عليه 750 مليلتر ماء ونحل زقوقه بالكدا في الماء ومن بعد نغطي عليه نخليه يرتاح ماذا بينا ليله كامله. من بعد ما ارتاح الزقوق نخرجه نرحيه شويه بالميكسور بلونجون ونصفيه بغربال الشعر. والعمليه هذه كررتها 3 مرات وكل مره نزيد الماء الكل استعملته يترو 700 مليلتر. من بعد ما صفيته نزيد 250 غرام فرينه نحلها بالميكسور ونعاود نصفيه. نصب الخليط الكل في كسرونه ونحطه على نار متوسطه ونبقوا ديما نحركوا باش ما تكعبرش العصيده، نخلوها تطيب على راحتها. صحيح باش تشد الوقت اما كله يهون مع عصيده ياسر بنينه. كيف تولي تبقبق نزيدها 250 غرام سكر ونخلط، نخليها تكمل تطيب درجين من زمان وبعد نطفي عليها ونصبها ديريكتومون في الكيسان. لازم نخلوها تبرد بالكدا ومن بعد نزينوها. حطيت عليها الكريمه البيضاء والزينه تبقى حسب الرغبه نتاعكم، تفنوا فيها كيف ما تحبوا. وهذه كانت روسيت العصيده نتاع الزقوق نتاعي اللي ما بدلهاش، ناجحه من اول مره. جربوها وتفكروني وان شاء الله مولد مبروك علينا وعليكم.